كن صحي. صحصوح سهلها عليك. الأرز بالحمص. المقادير: 250 جرام لحم ضأن مكعبات خالية من الشحوم، كوب أرز بسمتي، حبة بصل مفرومة، نصف كوب من الحمص الهندي المجروش، 3 فصوص ثوم مهروس، ملعقة طعام زيت ذرة، كوب ونصف من الماء، ملعقة طعام من البهارات التالية: قرفة، هيل، حبوب كمون، فلفل أسود وشيبة تجمع في صرة، رشة لكل من الملح والكمون، سلطة الطحينة بالخيار، حبة خيار مكعبات، ملعقة طعام من الطحينة، ملعقة طعام من عصير الليمون، نصف ملعقة شاي من الخل الأبيض، قليل من الماء للخلط، رشة لكل من الملح والفلفل الأسود. في قدر وعلى نار عالية يوضع الزيت مع البصل والثوم ويقلب حتى يذبل. يضاف اللحم وصرة التوابل ونستمر في التقليب لمدة 10 دقائق. يضاف نصف كوب من الماء إلى اللحم ويترك لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج اللحم. يمكن إضافة الماء حسب الحاجة. يغسل الأرز ويصفى. يوضع الأرز بعد ذلك فوق اللحم ويترك على نار هادئة مدة 30 دقيقة حتى ينضج. في قدر آخر وعلى نار متوسطة يوضع الحمص مع كوب من الماء والملح والكمون ويترك ليغلي. بعد أن ينضج الحمص يصفى ويضاف للأرز ويخلط جيداً. يوضع الخليط في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 480 فهرنهايت لمدة 10 دقائق. لعمل سلطة الطحينة بالخيار: تخلط الطحينة مع الخل وعصير الليمون والملح والفلفل وتقلب جيداً. يضاف الماء تدريجياً مع التقليب حتى يتكون مزيج سائل وناعم. يضاف الخيار إلى الطحينة ثم يقدم.